هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنتكلم عن منتج لترطيب الشعر. انا بجربه لي شويه بس حسيت انه خلاص، لا هو خد التمام مني، فلازم نطلع نتكلم عنه. فيلا بينا مع بعض نبدا الفيديو. حمام الكريم اللي هنتكلم عنه هو بتاع بايو سوفت اللي بالشاي. لما جيت اجيبه كنت محتاره بينه وبين واحد تاني، انا مش فاكره، بس هو فيه كذا نوع. بس بصراحة الحد اللي كان واقف هناك يعني قالت ان هو ده حلو وبيرطب الشعر وكده، فجبته على طول. ترطيبه معايا للشعر ما كانش وحش خالص، بيرطب الشعر كويس وبيرطب اطراف الشعر بشكل مش طبيعي. اطرافك بايظة اديها بايو سوفت بالشاي، بيرطب بشكل مش طبيعي، بجد مش طبيعي. بس لو انتي شعرك بيمتص الكريم بسرعة وبينشف بسرعة، فهتبقي محتاجة النوع التاني بتاعه. هحط لكم صورته هنا. النوع التاني بتاعه ده بيبقى ترطيبه أقوى للشعر اللي محتاج ترطيب أقوى. طبعا ده عادي ممكن تستخدميه، بس أنا بعد ما جربت ده ملمسه حلو. بس لو انت شعرك محتاج ترطيب قوي، فالتاني هيكون أفضل. لكن ده برضو هيمشي عادي، مش هيقول لا، يعني هيمشي معاكي عادي وهيرطب حلو وهيديك ريحة حلوة ومفيش مشكلة عادي. بس انا برشح من ترشيح، يعني انا بعد ما ده يخلص مش هكرر، هكرر النوع التاني لانه بيكون اتقل شويه، وانا شعري بيبقى محتاج ترطيب اكتر، فبالنسبه لي هجيب التاني. لكن كونه ده مش وحش خالص وريحته حلوه، حجمه كبير. هو مكتوب عليه من تحت كونديشنر، انا مش عارفه هو بلسم ولا هو حمام كريم، بس هو حمام كريم عادي. بس مش فاهمه ايه فكره ان هم كاتبين هنا كونديشنر دي. هي حجمه كبير، حجمه عايزة بس اقول لكم حجمه عشان نعرف ان هو هيقعد معانا كتير. 500 مللي او 500 مللي، فحجمه هيقعد. مملكيش حجة، هترطبي شعرك وهيقعد معاكي كمية. وكمان سعره رخيص، وسعره هو المفاجأة الكبيرة معانا النهاردة انه سعره ب70 جنيه بس. يعني دي ب70 جنيه هترطبي شعرك وهتخلي ريحته حلوة وهتخليه ناعم كده وبيعمل كده من. انا كده خلصت الفيديو، اشوفكم في فيديو تاني وجديد. ومش عايزين ننسى ان احنا نشترك في القناة، لان كل الفيديوهات اللي بتجيلي كلها مش مشتركة في القناة، فاحنا عايزين نشترك في القناة عشان يوصلنا كل جديد اول باول. وما ننساش نعمل سبسكرايب ولايك للفيديو وكومنت لو ما فيهاش سيئة ادب. واشوفكم في فيديو تاني وجديد.